ركنيه للمنتخب اليمني اللي بدا يتقدم للامام الان. في محاوله للظهور على مرمى منتخبنا، كرة توصل، شاهدون التقدم والكرة العرضية والخطأ 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 في الإبعاد، والهدف الأول للمنتخب اليمني عن طريق ناصر محمدو بعد الخطأ من جانب الختال في إبعاد الكرة الأخيرة. خليجي 26 كرة لدى المنتخب اليمني، يا لها من سعادة كبيرة لعناصر المنتخب اليمني. هدف ياتي من خلال هذه الكرة. نعم هارون زبيدي ياتي بهدف عالية يسعى من خلالها تذويب الكثير من الفوارق. كرة خطيرة وهدف يمني أول في هذه الوضعية. لسه أتكلم على روح قتالية عالية. يسجل منتخب اليمن بعد 7 دقائق فقط أول أهدافه في هذه المباراة بعد عرضية في منتهى الروعة وغفلة من الدفاع السعودي. يحصل اليمن على هدف مفاجئ بعد عرضية في منتهى الروعة وغفلة من الدفاع السعودي. يحصل اليمن هدف المنتخب اليمني. خطأ كبير من المدافع علي البليهي. الأخطاء في الكرة عندها طبعا أهميتها، وبالتأكيد بدون تفاهم بين المدافع والحارس صبارة يخطف الكرة ويضع الفرحة في اليمن بهذه اليمن وفوز تاريخي ينتظر. اليمن يترجم حضوره في خليج 26 بفوز على البحرين.